في أطفال كتير كنا بنشوفها وبنعجب بيها في الأفلام القديمة، في منهم اللي لسه في مجال التمثيل ومنهم اللي اعتزل ومنهم مشاهير مش هتصدق شكلهم وهو صغير. أول واحد معانا هو أمير الغناء العربي هاني شاكر، واللي شارك في طفولته في فيلم سيد درويش من أجل حفنة أولاد مع رشدي أباظة وعبد المنعم مدبولي، وفي مرحلة بلوغه فيلم عندما يغني الحب وعايشين للحب وهذا أحبه وهذا أريده، وبعدها تفرغ للغناء. تاني واحد معانا النهاردة شخصية بلية، زي ما كلنا عارفينها بنفس الاسم وحبيناها زي ما هي كده، بطلة فيلم العفاريت مع عمرو دياب ومديحة كامل، وفيلم ليا دنيا مع وردة ومحمود ياسين، ومسلسل ليالي الحلمية الجزء الثاني، ومسلسل حكم الزمن، وغيرها. هي الفنانة الكبيرة هديل خير الله، ولكنها اعتزلت التمثيل في سن 13 سنة. ومعانا كمان الفنانة هالة فاخر، واللي ظهرت مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم لن أبكي أبدا، وأصبحت الآن نجمة كوميدية في السينما والتلفزيون. وكمان معانا النجمة الكبيرة والمتألقة لبلبة، واللي ظهرت هي وصغيرة في فيلم 4 بنات وضابط مع أنور وجدي. يا نهارك اسود، انت عايز تتجوزنا احنا الاربعه؟ عايز تخلينا ضراير؟ ده انت عينك فارغه قوي. وفيلم البيت السعيد والحبيب المجهول، واللي أصبحت الآن من أهم نجوم السينما المصرية. الطفلتان الشهيرتان في السينما المصرية والشقيقتان فيروز ونيلي. فيروز اكتشفها أنور وجدي، وكان أول أفلامها ياسمين، وآخرها فيلم بفكر في اللي نسيني مع هند رستم، وتوفيت في 30 يناير عام 2016. أما عن نيلي فكانت أول بطولة مطلقة في فيلم المراهقة الصغيرة، ومن أبرز أعمالها صباح الخير يا زوجتي العزيزة وامرأة زوجي وفوازير رمضان. والفنانة نيلي ما زالت الآن على قيد الحياة. الفنان أحمد فرحات، واللي ظهر في أفلام كتير زي طاقية لخفة مع عبد المنعم إبراهيم، وشارع الحب، وإشاعة حب، وانقطع فترة طويلة عن التمثيل ثم عاد ببعض الأعمال التلفزيونية والمسرحية. الفنانة دينا عبد الله المقروضة الصغيرة، اللي شفناها في فيلم الحفيد وما زالت تعمل في مجال الفن. الفنان الكبير هشام سليم، واللي ظهر في إمبراطورية ميم مع فاتن حمامة، والذي ظل يعمل في مجال التمثيل حتى وفاته. إكرام عزو ظهرت في فيلم عائلة زيزي مع سعاد حسني وفيلم أم العروسة، وتوفيت في 13 يونيو عام 2001 بالإمارات ودفنت في مصر. الطفل الصغير سقراط في فيلم العفاريت هو أحمد عقل، والذي اعتزل التمثيل وأصبح الآن مخرج إعلانات. ودي كانت حلقتنا عن الأطفال ممثلين، منهم اللي اعتزلوا ومنهم اللي كمل حياته في مجال الفن. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا.